كان يا ما كان في قديم الزمان واحد المرأة كتولد غير الدراري، ما عندها حتى بنت، وكانت ديما كطلب من الله انه يرزقها بواحد البنيته تخوي بها خوتها. كانوا عندها 7 ديال الدراري وكبروا، وملي حملات امهم ودازت واحد المده على الحمل وقربات تولد، لقوا ولادها وقالوا للام حنا غنمشيو مور الجبل ونتسناو حتى تولدي، وإلا ولدتي بنت قولي للخدامه تريش لينا بالمحشه ونرجعوا ونفرحوا بختنا ونبقاو مجموعين، وإلا ولدتي ولد قولي للخدامه تريش لينا بالمنجل ونتجلاو في بلاد الله الواسعه وعمرنا ما نرجعوا لهاد البلاد. ملي جاها الوجع ولدات بنيته، قضت الخدامه بالفرحه باش تريش ليهم بالمحشه، ريشات ليهم بالمنجل وهما يكملوا الطريق. فهموا بانها ولدت ولد وكملوا الطريق. بقاو غاديين في الطريق حتى وصلوا لواحد الارض بعيده وداروا خيامهم وداروا حياتهم. الام عرفات بالخطا اللي دارت الخدامه وما لقات ما دير، وسمات بنتها وديعه. كبرات وديعه ولات تبغي تخرج تلعب مع البنات وما كيبغيوش يلعبوا معاها، وديما تيعيروها وكيقولوا ليها سيري بعدي منا وديعه يا ليت خوتك السبعه. مسكينه وديعه كتبكي، وملي كترجع للدار كتقول لامها فهميني شنو معناها، امها ما كتبغيش تفهمها. وملي كبرات ورجعت شابه، واحد النهار سولات امها وعاودت ليها امها القصه ديالها كامله. فرات وديعه تمشي تقلب على خوتها، صيفطات معاها الام ديالها الخادم ومراته، وركبات وديعه على الجمل وهما بقاو كيمشيو على رجليهم غاديين في الطريق. وملي بعدوا على الخيمه، هذاك العبد ما بغاش علاش وديعه تركب على الجمل ومرته كتمشي على رجليها، وبقى كيقول لوديعه هبطي يا الجيفه خلي لالاك تركب. وبقاو هكاك حتى وصلوا لواحد القلته ديال الحليب وقلته ديال القطران. دفع داك الخادم وديعه ورماها بديك القلته ديال القطران ورجعات بحال العبده. دخل مراته القلته ديال الحليب ورجعات بيضه. وديك الساعه هو يركب مرته على الجمل ووديعه بقات كتمشى. بقاو كيتمشاو حتى وصلوا للدوار فاش ساكنين خوتها. ملي وصلوا قدم ليهم الخادم مرته على اساس انها هي اختهم. زادت وكبرات وهما ما عرفوهاش، وجات كتسول فيهم وقدم ليهم وديعه على اساس هي الخدامه. فرحوا بختهم واحتفلوا وداروا بحال عندهم عرس. ونهار اللي من بعد عطاو الخدامه اللي هي وديعه الجمال تسرحهم، ودات وديعه دوك الجمال البلاصه اللي فيها الربيع وخلاتهم ياكلوا، وجلسات فوق واحد الحجره وبدات كتبكي وتغني وتتقول شوف يا الجمل اللي العبده ولات حره والحره ولات عبده، وانا وديعه جليت خوتي السبعه. ملي سمعوا الجمال داك الغنى الحنين ديالها قربوا حداها وما بقاوش بغاو ياكلوا، بقاو جالسين وتيسمعوا ليها وهي تتغني. بقات وديعه كتغني والجمال كلهم حداها كيسمعوا ليها. ملي رجعات بالجمال في العشيه رجعوا كروشهم خاويين بالجوع، حيت عوض ما ياكلوا جلسوا تيسمعوا ليها وهي كتغني. هو يلاحظ خوها الصغير بان الجمال جيعانين وقال ليها فين سرحتي الجمال، نتوما باقيين جيعانين. وهي تقول ليه راه ديتهم للبلاصه اللي فيها الربيع والخضوره. من صباح الصباح صاقت هذوك الجمال ومشات بهم للبلاصه اللي نعت ليها خوها الصغير. خلات الجمال حتى بقاو كياكلوا وبقات كتغني عاود وهي تبكي وهي تقول يا العبده اللي وليتي حره والحره ولات عبده، وانا وديعه جليت خوتي السبعه. وهما يحبسوا الجمال عاوتاني الماكله، قربوا حداها وبقاو تيسمعوا ليها. هو خوها شك فيها وبغى يتبعها باش يعرف السر اللي مور جوع الجمال. ملي بقى تابعها وهو يسمع اغنيه اللي كتغنيها، قرب حداها هو يقول ليها عاودي لي حكايتك وعلاش نتيا كتبكي. ملي عاودت له اش دار فيها العبد ومرته عنقها وبقى كيبكي وداها ورجعوا للدوار، وحلف لذاك العبد حتى يمشي لديك الساعه ويرجع وديعه كيف كانت ومراته كيف كانت. مشى العبد رجع كل وحده لطبيعتها، ورجعوا خوتها عاوتاني فرحوا بها وداروا الذبيحه وفرحوا باختهم وديعه اللي رجعت. ولكن الشيطان وسوس لعيالاتهم وشعلات فيهم الغيره بكثره الاهتمام ديال رجالتهم باختهم، وما بقاوش كيفكروا فيهم وبقاو تيفكروا اش من فخ يدبروا ليها باش تبعد عليهم.
ناضوا عيالات خوتها داروا واحد القصعه ديال الكسكسو، وهي تقول لها مرت خوها الكبير هاكي هاد القيمه ولكن كليها بلا ما تمضغيها. وفقات وديعه وكلاتها. عاودوا هي تجيها مرت خوها الثاني وهي تقول لها الا كنتي تبغي خوك كلي هاد القيمه بلا ما تمضغيها. كلاتها ثاني. بقاو هكاك ملي وصلوا عند مرت خوها الصغير اللي كانت ظريفه وما كانتش قابله بداك الشيء، وهي تقول لها هاكي لقيمتي ولكن انا مضغيها. ولكن في هذوك القيمات اللي كانوا كيعطيوها عيالات خوتها كانوا دايرين فيهم البيض ديال الحناش، كل وحده عطاتها بيضه في وسط هذيك القيمه، وباش ما تحسش بهم قالوا ليها ما تمضغيش اللقمه. ولاني مرات خوها ما دارت ليها والو. ملي فقسوا الحناش في كرشها ولات كرشها كتكبر والحناش كيتحركوا فيها، وهي تمشي مرت خوها الكبير عند راجلها وهي تقول ليه كون شفتي اختك وديعه راها بغات تهبط لكم راسكم للارض وراها بغات تفضحكم. ويقول ليها علاش اش كاين؟ قالت ليه اختك وديعه راه حامله. ويقول ليها لا ما يمكنش اختي ما ديرش هاد الفعله. وهي تقول ليه الا ما تيقتينيش خلي حتى الغدا وجلس في الشمس وعيط عليها تفليلك لحيتك وغادي تشوف بعينيك كرشها. ملي صباح الصباح عيط لختو وقال لها اجا اختي شوفي ليا هاد الشيب اللي في لحيتي واش كتير راه هبلني بالحكان. قربات وديعه مسكينه حداه وبقات كتشوف، وكانت الشمس سخونه وبقاو دوك الحناش كيتحركوا في كرشها. وخوها حساب ليه باللي داكشي بصح بانها حامله وجمعها معاها بالتصرفيقه وقال لها هادشي علاش جيتي باش تلبسينا العار. هو يعيط على الخادم وقال ليه دي وديعه للغابه وقتلها وجيب لي صباحها الصغير باش نتاكد انك قتلتيها. هذاك الخادم وبعد بها حتى وصلوا للخلا وقال لها شوف يا بنت الناس خوك راه قال لي قتلك وليني انا راه شفيتيني، ولكن ضروري خاصني نديلو صبعك الصغير باش يتيقني انني قتلتك، فما عليك غير تصبري وتخليني نقطع ليك صبعك الصغير ونديه ليه. قطع ليها صبعها ونزلها لواحد البير وخلاها ورجع قال خوتها راني قتلتها وها هو صبعها اللي مارا. وهي في البير دح التاجر ومعاه الجمال ديالو. واحد من دوك الجمال وقف كيطلع البير ومولاه كيتحابت ليه باللي راه عطشان وبغى يشرب. هبط من فوق الجمل وقرب حدا البير باش يشوف. هو يشوف وديعه قول ليها واش انتي من اهل الدنيا ولا من اهل الاخره؟ وهي تقول ليه انا راه من اهل الدنيا وكنشهد بان لا اله الا الله محمد رسول الله. هو يقول ليها ومالك شكون رماك هاد الرميه؟ وهي تقول ليه طلعني ونعاود ليك. طلعها من البير حكات ليه قصتها عطاها الدواء باش رمات به دوك الحناش من كرشها وتزوج بها، ومن بعد مده ولدات وليد. وفي واحد العام مشاو خوتها بسبعه يشريو القمح من عند راجل وديعه. دخلوا الخيمه ديال التاجر ومراته وديعه، من جهه جالسه وديعه وولدها ومن جهه جالسين راجلها وخوتها. وهي كانت شافتهم من تحت ليزار وعرفاتهم وبدات كتقرص في ولدها حتى يبكي وكتبقى تسكتو وتقول ليه راه يا وليدي وخوالك سبعه يا وليدي، راه يا وليدي وخيامهم سبعه يا وليدي، يا وليدي ونساهم سبعه يا وليدي، حتى كيسكت وتعاود تقرصو وتسكتو بنفس الكلام حتى انتبه خوها الصغير لكلامها. هو يهز هذاك ليزار وشافها وعنقها وبقاو كيبكيو وسلموا عليها خوتها وحكى لهم راجلها على قصته معاها وعلى الظلم ديال عيالاتهم ليها. باتوا عندها وشراو الزرع من عند راجلها، وملي بغاو يرجعوا لخيامهم قالت لخوها الصغير هاك هاد المزود عطيه لمرتك هديه وداك الشيء اللي فيه تلبسو توريه لسليفاتها. وعطات لخوتها الاخرين كل وحده تدخل لخيمتها وتحل المزود ديالها. مشاو الخوت وعطى الصغير لمرتو المزود ديالها حلاتو وهي تلقاه عامر باللباس الزين والجوهر والعقيق ولبسات داكشي وخرجت عندهم. وكل وحده مشات لخيمتها فرحه بالمزوده ديالها. اللي دخلت لخيمتها كتحل المزود ديالها كتلقاه عامر بالفاعي والعقارب وكل وحده لقات نصيب في عيلها. وهذه حجيتي مشات من الواد لواد وانا بقيت مع الجواد.